فتة العيد السنه دي عليا. تعالوا اقول لكم بقى فتة العيد بتتعمل ازاي، وهقول لكم كام تكه في النص هتطلع معاكم عظمه، واسمع مني وما ترجعش ورايا. نسلق اللحمه الاول، معلقه سمنه وهنزل باللحمه تتشوح مع عود قرفه وكام فص قرنفل وحبهان، رشه ملح وفلفل، وهنزل بالميه ومكعب مرقه ورق لورا وبصلايه، وهسيبها تستوي براحتها خالص. معلقه سمنه ثانيه وكام فص مستكه، وهنزل عليهم بالرز المنقوع، ورق لورا ومكعب مرقه، وهنزل بالميه ورشه ملح صغيره، وهسيب الرز يشرب ميته، وبعد كده اغطيه واسيبه يستوي براحته. العيش البلدي بقى وقطعته بالمقص، ودي اسهل طريقه تقطع بيها العيش البلدي. نزلت بيه في طاسه في معلقه سمنه برده، وعليه شويه توم باودر وملح وفلفل اسود، وفضلت معاه لحد ما اتحمر. معلقه سمنه كمان ونزلت بالتومه، ولما اتحمرت نزلت عليها بالخل، عليه معلقه صلصه وطماطم مبشوره، وتبلنا بقى كزبره وكمون وملح وفلفل وشويه ميه، وسبتها تتسبك براحتها خالص. معلقه سمنه ثانيه او رابعه بقى، وهنزل بالتومه، لما تتحمر هنزل بالخل وكزبره وكمون وملح وفلفل اسود برده، وبعدين هطفي الكبشه بشوربه اللحم. نشوح بقى اللحمه في شويه سمنه وعليها رشه ملح وفلفل وبس كده. نجمع بقى الفته بتاعتنا. اول حاجه العيش، وانزل عليه بنص الطشه اللي احنا عملناها، عليه كبشتين حلوين كده من شوربه اللحمه عشان ياخد بالطعم بتاعها ويطرى، وبعدين هنزل عليه بالرز وافرده كويس على العيش، وانزل عليه بقيه الطشه اللي اتعمل، وننزل بقى بالصلصه عليهم، ونرص اللحمه في الاخر، واخر حاجه خالص هنزل بكبشتين 3 من شوربه اللحمه وبس كده. تعالوا بقى ندوق الكلام ده. تعالى يا احمد ناخد كده حته لحمه والفته. واحده كمان. فوق العظمه.